بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنين. اليوم بإذن الله من وصفات السهرة راح نديرلكم وصفة تشيز كيك بذوق الشوكولا. شوفوا صدقوني والله العظيم، تشوفوا البنة تاعها والخفة كي تعودوا تاكلوا فيها خفيفة ما تفهموش فيها راكم تاكلوا خلاص. بنينة 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 تهبل تهبل تهبل. جربوها والله العظيم غير من أفضل الوصفات اللي درتهم لكم على قناتي. بسم الله على بركة الله. شوفوا نحتاج باط قاطو، أنا درت هذا ماكسو بذوق الشوكولا، جاي الحبة تاعو جاية كهلة. شوفوا تقدروا ديروا باط كامل، لما تحبوش طبقة تكون هكذا شوية خشينة خليوا ربع حبات ما تديروهمش. هاني فهمتكم وني وضحت لكم في الأول. رحيت هذاك القاطو رحيته بالروبو، مهم لازم ترحيوه حتى يولي بودرة. ومن بعد شوفوا واش وليت درت 3 مغارف كبار تاع مارغرين. دوك نعاود نزيد هذيك المارغرين اللي بقات لي 3 مغارف كبار مارغرين و3 مغارف كبار حليب، تكبوهم فوق هذاك القاطو. شوفوا تخدموا بيديكم، ما نخدركش بالملعقه، راكم ما تعرفوا لهيش، لازم تخدموا بيديكم وتلظوا كي تعودوا تخدموا في هذاك القاطو تلظوا وتشوفوا اسكو تلم لكم ولا ما تلمش. شوفوا ما تشوفوه تلم هكذا كيما تلظوا عليه بيديكم وتشوفوه راهو يتلم ولا كويره هكذا كي تلظوا عليها خلاص حبسوا. ما تزيدوش تضيفوا الحليب. والله انا تشوفوا ديت لي هاد الباط، ديت لي 3 مارغرين كبار و3 تاع حليب، فهمتوني؟ شوفوا من جهه جبت سيرسو فيه 25 سنتيم على 20 طول وعرض. حكمت جبت هذاك الكاطو تاعي فرغته، درتو شغل درت صينيه قبل وحطيت هذاك السيرسو وبديت اللوض. شوفوا لازم هنا تبداو تخدموا وتلوضوا. شوفوا انا لضيت بهذه تاع المطلوع اللي كي نديروا عفوا تاع الكسره، كي نعود ندير الكسره ونلضها خدمت بها. والله تقدروا بالمغرفه باك تاع الاكل ثاني نفس الشيء، تخدموا وتلضوا تخدموا وتلضوا، لازم تلضوا سينو بعد راح تجيكم تتفتت كوما تلضوش مليح. دوك الكريمه هنا جيتكم الكريمه، عندي كيس كريم شونتي مع كيس الا ربع ما يكون بارد، لازم يكون بارد، وعندي عصره تاع قارص. شوفوا ما تتصوروش هاد الكريمه كيفاه تجي بنينه وما تجيش حلوه نهائيا. عندي باط جبن هذا تاع امير، انا نستعمل دائما نستعمله هو باطا جبن، او جاي شويه مالح، ماشي مالح شغل ما يخليش هذيك الكريمه تاعنا ما يخليهاش تجي حلوه، شغل يقطع الحلاوه تاعها. وعندي وحده تاع شيف هذه تاع فرماج، استعملت علبه هكذا او يتباعوا هكذاك. شوفوا هاد المكونات كاملين نحكم نخلطهم بالبيتخا. شوفوا لازم نضاعف الحجم، خليوها تقريبا 5 دقائق وانتم هي تتخلط باهي. تضاعف الحجم تاعها كل ما خلطتوها مليح كل ما راح الحجم تاعها يزيد يضاعف اكثر واكثر. شوفوا هنا بعد ما طلعت لي بكا جبت الكريمه وفرغتها على الطبقه الاولى، فرغت الخليط اللي عندي كامل وبديت نوزع فيه بسباتيل. شوفوا نتوما اللي تحوس طبقة الكريمة تاعها كلها خشينة بزاف، دير الكريم شونتي دير كيس ونص، فهمتوني؟ كيس ونص يعني والله غير تجي هكذا رقيقة، تجي رقيقة ما تقهمش خير. كي تجي خشينة بزاف ما تحسيش للبنة تاع تشيز كيك، بصح كي تجي رقيقة هكذا تجي تهبل. شوفوا حكمت بسباتيل ووزعتها وعدلتها، لازم توزعوها وتعدلوها مليحة. بعد ما كملت شوفوا جبت طابلة تاع شوكولا، من الأحسن تكون شوكولا سوداء من الأحسن، وذوبتها على حمام مائي، ذوبوه لازم تذوبوه.
كي ذابت وخلصت ضفت لها 2 بطاط ياغورت ذوق الشوكولاتة. هنايا لازم تضيفوا الياغورت 2 بطاط. شوفوا ومن بعد حركتهم مليح، لازم حتى هذاك الياغورت يدخل في الشوكولا، يدخل مليح، هو يدخل والشوكولا هنا تكون حامية كي تفرغوا فوقها الياغورت. نتوما تشوفوه دخل مليح وتجانسو، وانا مفرخه فوق الطبقة الكريمه. شوفوا عدلتها مليح باستعمال كراطوار ولا ملعقه ولا. شوفوا انايا ما درتهاش في الفريشيدير الكريمه، راني خدمت ديريكتا، بصح اللي تحب ديرها في الفريشيدير ديرها في الفريشيدير وتخليها شغل حتى تحكم روحها الكريمه وبعد دير شوكولاته. انايا عادي لا خاطركش طبقات الشوكولا من بعد كي نفرغوا فوقها الياغورت اي راح تبرد ما تخافوش. شوفوا من بعد وليت درت لها زينتها. هنا نتوما التزيين كيما انا ما كان عندي والو في الدار، عندي خليفات الكاطو تاع ماكسون، زينت بالكاطو تاع ماكسون. نتوما واش تحبوا تزينوا زينوا. شوفوا ومن بعد نولي نديرها في الفريشيدير، خليوها على الاقل كي ما كانش خلاصه ديروها في الفريشيدير 12 ساعه. لازم تحكم روحها مليح وتبرد مليح وباه تنحيوها من الفريشيدير وباه تقدمه، راهي لازم لها حتى تحكم روحها. شوفوا هنا بعد ما حكمت روحها مليح نحيت لها السيرسو. انا السيرسو هذا نسيت ما قلت لكمش قبيله، راهم اللي يزيدوا ينقص من هذوك اللي جايين كبار هكذا يزيدوا ينقصوا، درت فيه. شوفوا هنا كيفاه جاتني، صدقوني والله غير كلاوها لي قبل الوقت وما تتصوروش هذه التحليه تكلس، يعني كي نقول لكم باقصى سرعه كلاوها يعني ليه وتموها. المهم حبيباتي هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم. مع السلامه في الفيديو القادم باذن الله.